ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة ودي اوضه القعاد. يعني ايه اوضه القعاد؟ الليفنج. اوكي. الليفنج اخرها كي؟ بقول لك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده، انا مالي؟ يا بنت ما تكسفنيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله هنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتي؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي، أهلا وسهلا، نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي، ماما ميمي، ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك.
في حاجة؟ هاي هاي باي باي. أنا مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ دول هما كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت، ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مأزعر، مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع عنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية. يعني لو عندكم مثلا pancakes peanut butter cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايزه دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فيهم لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ما بقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هنش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقولك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، الجولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، الشبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف، والله معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. دي الوقت طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت وهو؟ خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي أي كاشير.
طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط. انا خريجه اعلام، ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسك. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. باينني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني؟ تلاقيش انا هتصرف. هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني. انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما كنت ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه، ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت كلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن ياض، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا اتنيل الجهه هات لنا مكانها، جاي تجيب واحده، يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك يا ما هات. معيش، معايا 200 جنيه ما اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا انا جعانه والله وتعبانه، ولما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا؟ ايه ده لا تلف من ورا، انت هتفضحنا. استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفنديايه. طب اقول لك على حاجه، بتشغلني معاك. طب تجيب سفنديايه وتشغلني معاك. بس يا ماما طب بس والله يا ماما. شكلك لطيف. بس يا هات حبيبي، حاج. بس يا حبيبي عامل اتفضلي. ايه؟ انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده؟ والله شفت متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه، انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا، طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنالي ها هلفنالي. سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's hers. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها في زنقتها، بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لميناه ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي، أنا عايزة أقولك حاجة واحدة بس. نيلي بالإي مش بالآي. ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا اله الا الله، هو البيت كان ناقص عهات. الله يا حاجه سنكافولا، نسيتي المجله بتاعتك. الورث اللي سابهولنا اجدادنا العظماء، مش اي لازمه. الوزه والبطه.
بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف. يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي، انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قولي لي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا، اعملي لي بن. نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ ايه حقيقي يا نيلي، حقيقي يا نيلي، العيله ايه هو ايه؟ خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك بجد؟ خلاص يا ماما ميمي، خدي ما تزعليش يا ماما ميمي. I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهان، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجه يا حبيبتي ويحسبوها علينا بني ادمه ونخش فيها السجن. ابوس ايدك يا خالتي اسيب لها المجله ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رساله بيقول لنا هنلاقي الثروه فين. انتي هبله يا بنتي، ثروه ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتوا مش قلتوا ان جده فلوسه اختفت وساب لكم المجله دي؟ ايوه. وعمو عبد الله قال ان اخر حاجه جده قالها قبل ما يموت ان الثروه في لغز ميكي. ايه اوكي، ومين بقى يا تيزه اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرساله: اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بت لغز ميكي يا بت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش انا كمان، انتوا فاكريني يعني فكوكه قوي؟ ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي 6 سنين مش هتفهمي حاجه، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقه خزنه في مكتب راجل اسمه الدمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنه اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجه؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي هي تفهمنا. يا اختي نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجله معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها. كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه، انا هفكك بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent، حرام عليك. طيوبه قوي ماما ميمي دي، طيوبه. بصي بلسم. لا العظيم هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي ساعات كده قاعده عادي. انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان لزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ever. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط، اسمها الطفل قشط.
انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيلي انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه، بيشغل شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا ملناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو. اديني رمضان. حلو، وادينا انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، ونوديكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروة داد؟ ازاي؟ هاو؟ فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بالها. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضه. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده. اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. هو مش ممكن بندق ده، انا متربي على بندق. سيبك من بندق وخليك مع ميكي. عرفت تحل اللغز؟ بصي هو المسألة صعبة بس يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان نلاقي الكنز؟ بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي؟ هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بت انت، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بت انت وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم واعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفيه ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قالت لي ادب وعايزه تتضربي. مين اللي قالت لي ادب يا بنت؟ لا انا ممكن اضربك. انا اللي ممكن من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي ما تلمسنيش، ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. قولوا لي بقى تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير ابقى انزلكوا هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسو عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير، مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه، ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاماكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني ما احنا هنركب تاكسي قلنا. ايه اللي تاكسي هتدفعي انت؟ هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟
المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش انتوا داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. يلا سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السيما. اسكت بقى، انا عماله اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هفهمك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه؟ دي فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خليني اعرف ده البيت ولا لا؟ لو سمحت، ده بيت عم سنجاري؟ سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول. واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري؟ عم بنداري ساكن في اول دور تحت. شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي. مش معقوله، انت كبرت قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا ولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رز ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا فندم اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص اعتبري سرك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه، اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور. باجور whatever. خلاص خبور وبور مبور، ايه اللي انت عاوزينه. وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق. حبيبي يا عم بندق. عم بندق هو الحمام شريهان؟ نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي؟ انت هنا. انا دلوقتي بس عرفت اسمك هاني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضه ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبه دي يا حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احترمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله في ايه يا جماعه؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده يا سحلبه يا سحلبه يا سحلبه. الله. طب اقول لك على حاجه، السحلبه دي تبقى امي. ايه مش كده؟ مش صح يا بنتي، في ايه؟ عم بندق. حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بطحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه.
برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا. كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا، عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني. اوكي. بسم الله بسم الله. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس كلب وراح خير الله جبت العيش من لازم حاطه في الثلاجه عشان التسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن كل حاجة زي ما هي. أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي. المحلات اللي بره والمعناوين بتاعت النور، حتى الخشب ده كله يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبدا. كل حاجة كده، والعواميد والأبوة دي وكله يا عالدنيا يا ايه ده. حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده اخبارك ايه؟ ايش فاكرني يا راجل؟ الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده؟ وحشني قوي. بس على فكرة يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري. عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هي اللي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص يلا بينا يا عم بندق. يلا سوري يا عم عبده. برضه يا عم عبده. بس في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا يا عم عبده. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظة. بس بقى طربوش. لابس طربوش. ايه ده؟ ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات. ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا. بجد؟ بس بقى ما تخافش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا خشوا جوه. تعالوا. ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينة. انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو.
انا مش قادر اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبوا لغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو بتعملي ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. ايه القرف ده يا تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه، بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف. ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. مطربه قوي. مفيش حاجه هنا. مفيش حاجه هنا برضه. ما تحاولش، مفيش. ايه؟ اعمل لكم كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبده البواب. لا 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 اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص. جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا تعرفي اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي بعلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشه قد كده اهو، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. اما انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجوده في المجله. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحه؟ ممكن تبقى الخزنه وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشه فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعه دلوقتي عم بندق بيقول لك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبه والمسمار 10 سم سلط وراح عامله كده، وعمل الطوبه جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنه دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري، بس ما قلتش اي هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. يعني 19 معلش، الاثنين قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل الاثنين؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط خلاص نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك؟ صح. هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك، بعد اذنكم، بعد اذنكم، ممكن بعد اذنك. اتفضل.
الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 19 2 قبل التلاتة ولا 3 قبل 2؟ معروفه ان الثلاثه اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32 فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32 فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك؟ صح. هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. ساي انا بس بعد اذنكم بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم. اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفه؟ ما احنا فاتحين الخزنه قدامك اهو، فيها زفت مجله. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح؟ ما احنا لقينا مجله تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمه. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. لا نيكولاس كيدز. لا انا مش قادره استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي المجله والقلم، هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركاء زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. انت كمان مكتب تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا بس مش كده هو ما اتكلمش. مساء الخير. انتوا مين بقى لا مؤاخذه؟ الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك مدرك ازيك؟ اهلا يا عم دهب. اهلا يا عم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. انت عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح.
يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات عشان احنا ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مؤاخذة؟ اللغز الحياه كلها الغاز والذهب. وانت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يلا عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. خلص. يلا. طيب يا بنات، وخلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عايزوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام بود. مع السلامه عودة. خلينا نشوف. هتوحشني. انت معاك المفتاح، اقفل انت بقى والسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش، انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراه. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها، حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع، قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له الشهر اللي جاي، الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساء الفل يا ضاحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا مفيش حاجة، بطمن. خير يا مالك. أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهارده مع بنداري. والله العظيم؟ نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخرس وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي، وفي الاخر غدر بيا وسرقني.
هو في حد يقدر يسرقك يا ملك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين وبيجوا منين وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 آيف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند؟ لا، مأجر ضاعي، وسعادتك عارف مين هو ضاعي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين ذره. هم 5، قلت ايه؟ 5 مش هكسر كلمتك يا ملك، بس الانتقالات عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استرجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي، كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. عشان فاتتك دي هم 3 بواكب مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد انا اصلا. ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحوبيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير. كمان ده انت ليه الادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب، ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بيقول لك مراتبك، يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيتي انا. متشكر قوي، شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهجيلكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا يا شوش. نيلي، كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده؟ نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي، هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحاطينها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والماء الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الماء الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لازج. اول ما يبقى لازج قوي. طب خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه رأسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في رأسك؟ لا، مش رأسي اللي هي رأسي، ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت، اوكي. أفكار مختلطة. ايوه، فين السؤال؟ مفيش سؤال، أنا أجاوب. أنا هجاوب. اوكي. خواطر. أفكار مختلطة، خواطر بالظبط. جمع دباديب. ايوه. في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش.
يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقاوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص يا بقى ريت بجد. يا ريت. حرف جر، في، حكاية، قصة، سارق السفن، قرصان، قرصان، يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر، الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد، ام جينيوس وما احتجتش للفلوته اللي اسمها شريهان دي. على فكرة انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا، انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز كبير، فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني، ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا، نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا 3 مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه؟ اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه حكاه، صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم، انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابيت عندهم،
انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيا ده. هاي شيرين حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها ذره ولب خشابي ما قزقزتش. وقعدناها على المقشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدس ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فاتحاها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتافك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانزل. قوم يا وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. غور من هنا كتجدايه. شوشو هرنلك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديا دايما كده على بطنه كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا عبلامين، يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدس ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما رحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلتي؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد القرصان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى. في ايه يا شريهان؟ ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز. هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتي. لو سمحتي. ماشي. فلايت كان اداني فلاشيه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذه. اوكي فهمت.